محمود من عابدين، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. النبي يا فندم، انا مشكلتي، انا عندي محل وبشتغل في اللحوم المستورده والكبده المستورده. بيتي اتخرب، هجموا علينا نحس. احنا يا فندم الدولار مؤثر علينا بطريقه غير عاديه. الدولار ارتفاعه البريزه ولا النص ولا 15 قرش ولا ال 20 قرش يترجم معانا في البضاعه عندنا في 4 جنيه و5 جنيه. ورجعنا لاستغلال برضه رؤوس الاموال لاعاده الاحتكارات، ورجعنا لكل حاجه وسخه رجعنا لها تاني. انا اسف، انا اسف على اللفظ. أستاذ محمود، أنا بتحفظ على اللفظ. انا اسف، انا اسف. بس فعلا يعني احنا يعني خلاص، احنا خلاص. انا عندي محل ومتدور وبص كده وشايف كل حاجه سودة، مفيش امل. يعني ارتفاع رجعنا الدولار لاحتكار تاني. مقابل الجنيه المصري أثر على تجارة حضرتك؟ طبعا يا فندم، احنا الدولار، احنا كل حاجتنا بنشتريها مستورده من الدولار، لحوم مستورده وكبده مستورده وكل كل الحاجات المستورده احنا بنشتريها بالدولار، بتاثر علينا. مم. وبعد كده كمان المستوردين الكبار رؤوس الاموال اللي في البلد دلوقتي بتتحكم في كل قطاع. اللي بيستورد حاجه معينه يعطش السوق عشان يرفع السعر بمزاجه. مفيش رقابه في البلد يا فندم. احنا نروح فين كتجار صغيرين؟ احنا نروح فين؟ ان احنا مش فاتح. انا فاتح 10 بيوت، لسه ماشي 5 صناعيه وشويه تاني همشي الباقيين. مم. فاحنا ربنا يلطف بينا يعني، وادم بصراحه ربنا نحس على البلد، ادم ونحس علينا بصراحه ربنا يعني، بامانه ربنا، وربنا يعلم بينا يعني. احنا خلاص كده تعبنا على الاخر، جبنا اخرنا. لكن هناك من يرى بأن الوضع ما كانش أفضل حالا في عهد الدكتور محمد مرسي. لا، كان احسن يا فندم. كانت اي حد فينا، انا كتاجر صغير كنت عندي امل ان انا ممكن اطلع استورد اي شيء. كان في فرصه للتجار الصغيرين ان هم يتحركوا، لكن رؤوس الاموال يا فندم بتتحكم فينا. خلاص رجعنا ايام احتكارات ثانيه، احتكارات الحديد، ورجعنا احتكارات اللحوم. كل واحد بيستورد حاجه معينه بيجيبها من دوله، يتحكم هو فينا احنا بقى. شكرا جزيلا لك أستاذ محمود.